يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين، وأرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، والذي من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرض إجاباتكم على شيخنا. أيضا أرحب بجميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أسعد باستقبال أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. لازلنا وإياكم مع شيخنا في شرح كتاب الصيام، فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا في الدرس السابق قد شرحنا جملة من المسائل المتعلقة بالصيام. تكلمنا عن شروط وجوب الصوم، وعن الطرق التي يثبت بها دخول شهر رمضان، وأنه يجب إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلاله. ثم تكلمنا أيضا عن يوم الشك المقصود به وحكم صومه، وعن كيفية الشهادة برؤية الهلال، هلال رمضان أو هلال شوال أو غيره من الشهور، وعن حكم العمل بالحساب الفلكي في إثبات الشهور، وعما إذا صام الإنسان، وعما إذا رأى الإنسان هلال وحده سواء كان لرمضان أو لشوال. وتوقفنا عند ذلك، وكانت آخر مسألة إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فما الحكم. كانت هذه هي آخر مسألة معنا في الدرس السابق. في هذا الدرس سوف ننتقل إلى باب جديد، وهو باب أحكام المفطرين في رمضان. باب أحكام المفطرين في رمضان، وسنتكلم عن أقسام هؤلاء المفطرين. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. طيب، نقف عند هنا ثم نواصل بعد الشرح. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في نهار رمضان. أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان على كل مسلم مكلف، وذكرنا شروط وجوب الصوم في الدرس السابق، وذكرنا أن فرض شهر رمضان مر بعدة مراحل. أول ما فرض صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان على التخيير بينه وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني خير من الإطعام. ثم المرحلة الثالثة التي استقر عليها الأمر هي فرض صيام شهر رمضان على وجه التعيين، بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده أن خفف عن بعض من تلحقهم مشقة بالصوم، فأباح لهم الفطر في نهار رمضان. وقد ذكر الله تعالى من هؤلاء، ذكر المريض والمسافر في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر الله تعالى هذا في موضعين،
وأيضا جاءت السنة بإباحة الفطر كذلك لمن الحائض والنفساء،